قال عبد الله بن عمر: ولما دنت وفاة أبي كان يغمى عليه تارة ويفيق أخرى، فلما أفاق قال: يا بني أدركني بعلي بن أبي طالب قبل الموت. فقلت: وما تصنع بعلي بن أبي طالب وقد جعلتها شورى وأشركت عنده غيره؟ قال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن في النار تابوتا يحشر فيه 12 رجلا من أصحابي. ثم التفت إلى أبي بكر وقال: احذر أن تكون أولهم. ثم التفت إلى معاذ بن جبل وقال: إياك يا معاذ أن تكون الثاني. ثم التفت إلي ثم قال: يا عمر، إياك أن تكون الثالث. وقد أغمي علي يا بني ورأيت التابوت وليس فيه إلا أبو بكر ومعاذ بن جبل، وأنا الثالث لا شك. قال عبد الله: فمضيت إلى علي بن أبي طالب وقلت: يا ابن عم رسول الله، إن أبي يدعوك لأمر قد أحزنه. فقام علي عليه السلام معه، فلما دخل عليه قال له: يا ابن عم رسول الله، ألا تعفو عني وتحللني عنك وعن زوجتك فاطمة وأسلم إليك الخلافة؟ فقال له علي: نعم، غير أنك تجمع المهاجرين والأنصار، واعط الحق الذي خرجت عليه من ملكه، وما كان بينك وبين صاحبك من معاهدتنا، وأن تقر لنا بحقنا، فأعفو عنك وأحللك وأضمن لك عن ابنة عمي فاطمة. قال عبد الله: فلما سمع ذلك أبي حول وجهه إلى الحائط وقال: النار يا أمير المؤمنين ولا العار. فقام علي صلوات الله عليه وخرج من عنده، فقال له ابنه: لقد أنصفك الرجل يا أبي. فقال له: يا بني، إنه أراد أن ينشر أبا بكر من قبره ويضرم له ولأبيك النار، وتصبح قريش شيعة موالين لعلي بن أبي طالب، والله لا كان ذلك أبدا،